هل هذا القرآن يخاطب المسلمين فقط أم أنه يخاطب كل من على هذه الأرض؟ إجابتي لن تكون مني، بل ستكون بهذا المقطع الذي أود من الإخوة أن يعرضوه لنا. هو فيلم تم تسجيله قبل أيام مع صاحب أو مدير إحدى الشركات الكبرى، شركات البنوك في المملكة، شركة بان المعروفة صرافات. رجل ألماني راتبه قريبا 120,000، لا يداوم في الرياض سوى 10 أيام، ثم يذهب 3 أشهر إجازة إلى ألمانيا. بعد هذه الفترة يعود فقط كم يوم ثم يعود. يعني رجل صاحب مرتبة عالية ومنصب وبخير يعني ماديا. حاولت أن أعمل معه تجربة يسيرة، لا أحرق عليكم، دعوكم الآن نشاهدها سويا، ثم يعني لتعلق الصورة على نفسها. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحدثك في هذه اللحظة حديثا من آيات الله البينات، حديثا لو استمعت إليه بقلبك لهز فؤادك ولتأثر قلبك ولتأثرت جوارحك، لأنه حديث من المولى جل وعلا، حديث من كتاب الله عز وجل الذي قال عنه سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الجبال تتأثر من كلام الله، ولو نزل عليها لحتها وجعلها قاعا صفصفا. فكيف بقلبي وقلبك؟ إذا استمعت إليه بأذن قلبك ستشعر بعظيم هذا الأثر في نفسك. والله جل وعلا يدعو عباده إلى الاتعاظ بالقرآن. وإذا عرفت أنك راحل من هذه الدنيا وأن بقاءك فيها لأيام معدودة، جعلك هذا ودفعك إلى الاستزادة من العمل الصالح والدخول في الإسلام. إني أعظك بكلام عظيم أرجو الله أن يوقعه في قلبك، وأسأل الله لك الهداية. طيب شيخ ناصر، نحب أن تسأل الأخ عن أثره يعني الذي وجده في نفسه بعد هذا الكلام. Did you feel something after he gave you a speech or nothing? Did you feel something? لماذا شعر؟ I was very concentrated, but I could not feel something special. You didn't feel anything inside? Did you feel anything? No, I was very concentrated, but of course I could not understand. No, he's not talking about understanding. No, I did not feel anything. يقول أنا كنت مركز فما ما شعرت شيء. طيب الآن سنبدأ التجربة الثانية، وأيضا يعطينا شعور. We'll go another try, and he wants the same thing. Okay, sincerely. طيب. Go ahead. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي اتعظ بكلام الله الذي لو فهمته بقلبك لأثر في قلبك وجوارحك، ولو استمعت إليه وأنت خاشع منصت لأقبلت عليه ولتأثرت به. إنك إن فهمت كتاب الله عز وجل لطار قلبك وفؤادك شوقا إلى الله، ولما بقي في قلبك سوى حب الله، ولأذعنت للواحد الأحد جل في علاه. الآن نسأل شيخ أيضا ما أثره على نفسه. Yeah, I registered the feeling like when I was younger and sitting in the church and listening to the priest. That was the feeling I just يقول شعرت كأني لا زلت يعني وأنا شاب كأني جالس في الكنيسة أستمع إلى مواعظ القسيس. طيب سنبدأ الآن التجربة الثالثة، لكن سؤال أيضا، هل أحس بفرق بين التجربة الأولى والثانية؟ يقول الأولى الكلام الأول حسيت إنه كلام، لكن الثاني يقول شعرت إنه مرجعية دينية، يعني خلفية دينية وكأنه له علاقة بالدين وخلاف الأول. طيب سنبدأ التجربة الثالثة. You go to the third one. And he wants your impression. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. نسأل ما الآن شعوره بعد تلاوة هذه That's like being in the church when there is a service. I had the impression that it was more melodic than the one before. It was more touching. So. يقول طبعا يا شيخ الجزء الثالث اللي يقول اللي تلاح عليه مختلف عن الجزئين. يقول شعرت يعني بشعور ديني لما كنت في الكنيسة لكن هذا يقول لامسني أكثر. يقول يختلف عن الجزئين الثالث. طبعا الأول غير أنا سألته قلت غير الأول قال الأول غير الثاني أكثر لكن الثالث فيه معاني قلت لمستني من الداخل غير الثاني حتى الثاني وإن كان باللحن لكن يقول هو أكثر تأثيرا وأكثر ملامسة للمشاعر يعني.